سرق الفلوس من الخزنه. ما خدناش حاجه. خليكم ساكتين واحنا هنفضل مكملين في ضربكم لحد ما تطلعوا في الروح. ها عم صالح، يا عم صالح، عم صالح، يا عم صالح. ايه يا بنتي؟ فين عم صالح؟ مالك بتبكي ليه؟ عرفتي له هو وناس كتير وبيضربوا فيهم. وبيضربوا فيهم ليه؟ بيقولوا انهم سرقوهم ولو ما رجعوش الفلوس راح يقتلوهم، وانا باي ما بيسرقش. وده حصل فين؟ ارض عزمي بيه. طب روح انت دلوقتي وانا هقول لعم صالح وهنيجي وراك وابوك هيبيت في بيته الليله. يلا. مين اللي اخذ الفلوس يا واطي يا ابن الواطي؟ ها؟ انت يا ولد. والله انا ما شكيت غير فيك. انت يا ولد. حسبي الله. تطلع مين انت عشان تمد يدك عليه؟ انا بعمل شغل. شغلك اللي هو ايه وشغال عند مين؟ انت اللي مين؟ وازاي تنزل انت والرجاله اللي معاك ارض من غير امر مني؟ العيب مش عندي، العيب عندك انت. المفروض قبل ما رجلك تخطي البلد دي تسأل من كبرها. كبرها؟ انت مش عارف بتكلم مين؟ الظاهر ان انت اللي ما تعرفش انت بتكلم مين. انا صالح القناوي. عملوا لك ايه عشان تعمل فيهم كده؟ مهما كان عمله حقك تاخده بالادب وبالاصول. فخر. ايه يا اخوي؟ فك الرجال. يفك ايه؟ مفيش كلمه تمشي في الارض دي غير كلمتي انا. انت جننت ولا ايه؟ وعز جلالة الله، لولا انك راجل كبير ولولا انك غريب لكنت دفنتك مكانك. لكوا قبضك قد ايه يا رجال؟ 4 ايام يا كبير. تفوتوا عليه في المنظر عشان تاخدوه. ربنا يخليك لينا يا كبير وانت طول في عمرك. حسبنا بعدين. عزرائيل ياخدك. تعال عليا يا موجي البحر، شوي شوي يا موجي البحر. بقول لك هحضر لك الحمام والفطور. لا مش دلوقتي. مش دلوقتي يعني ايه؟ يا راجل بقينا الظهر عاد. بتجيب الساحة دي من فين؟ واه حاسب العيل. تصدقني ولا يا مرة؟ ابوي الله يرحمه كان صاحبه موظف في السكة الحديد. كان على طول يقول له لو القضيب مش حديد ما كانش شال القطر. كسفت من ايه دي؟ يا بنت انا بتكلم عن القطر. اللي حصل ده ما كانش ينفع ولا يجوز يا حاج صالح. اللي حصل مني ولا منهم يا بيه؟ منكم انتوا التنين. لا يبقى انا مش معاك في الكلام ده. اللي حصل مني ينفع ويجوز، اللي حصل منهم لا ينفع ولا يجوز ولا حد يقبله. ايوه بس العيال سرقت. سرقتنا حاسبهم في مركز في قاضي عرفي، انما لا يطربطوا ولا يتضربوا. زمن الاقطاعين ولا بيه. ولو الباشا صاحب الارض فاهم ان الزمن ده لسه موجود يبقى غلطان. اللي يتحمل قانون الصعيد يعيش فيه، واللي ما يتحملش قانون الصعيد وربنا يا بيه احسن له يفارقنا. كلامك مظبوط بس اللي حصل برضه غلط. والله يا بيه ما دام لساك مصر ان انا غلطان بعد اللي حكيته لك ده كله، ما قداميش غير ان اقول لك كلمه واحده، انك شرفت ونورت. ماشي. لا والله
يا سيدي معلش حقك عليا. فين الواد مسعد؟ عمال يتحايل علي من الصبح، عايز يطلع يلعب مع العيال. اتفضلي يا مدام اسماعيل. قلت له اطلع. كان يجي يتفرج على الفيلم. الراجل ما كانش واخد باله إن إحنا ده بيحب بنربيه. اسماعيل ياسين أهو ده اللي ده. كان ناقص. تجيش تفتشنا احسن. بقولنا معلش. ايه ده؟ في ايه؟ تضرب اهل بلدك عشان ولي نعمتك، وفي الاخر تطلع انت اللي سرقه. انا ما سرقتش حاجه. اثبت. نثبت. هات لي شريكه يا غريب. هات الواد الحرام اللي عندك. ده اللي خد الفلوس. ايوه صلاح بيه، هو اللي قال نسرق وهو اللي خد الفلوس. انت كذاب. انا ما خدتش حاجه. بقول لك ايه، فلوس لو ما طلعتش دلوقتي مش هتعيش دقيقه في البلد دي. الفلوس اهي. اهي يا صالح. الفلوس اهي. اهي. برا عقله صرف منهم حاجه. بربطته زي ما هو. سيق عليك النبي ما تحبسهوش، انا ولد محتاجين، احب على يدك بقطع ساعات. صالح القناوي ده طلع حكايه كبيره قوي يا باشا. ده شخصيه زي اللي كنا بنقراها في الحواديت زمان. النوعيه دي بقت قليله قوي دلوقتي يا باشا. صالح الجناوي ده اكتر راجل حقاني ممكن تقابله في حياتك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جناب المأمور؟ على مرحبا يا مرحبا. اتفضل. فلوسك يا باشا، عدها في بيتك براحتك، ولو ناقصه حاجه فرقه. مين اللي سرق الفلوس يا حاج صالح؟ اللي سرق الفلوس واحد من رجالتك، واحد من اللي كانوا بيضربوا الغلابه اللي مالهمش ذنب. بجد يا صالح؟ بجد يا بيه، حاميها حراميها. لو كنت جيت لي بيتي من الاول كنت هقول لك مين اللي سرقها، انما دلوقتي انت ليك فلوسك وبس. عموما انا بشكرك جدا، ويا ريت لو سمحت نحط ايدنا في ايد بعض انا وانت. ما محبه الا بعد عداوه. مفيش عداوه لا سمح الله، انا في خدمتك يا بيه في اي وقت. بس للاسف انا ما ينفعش احط يدي في يد اي حد على اهل بلدي، ولو حد داس لك على طرف محدش هيجيب لك حقك غيري. لو حد داس للجناب المأمور نفسه على طرف محدش هيجيب له حقه غيري. حتى حق جناب المأمور؟ البلد دي بيحكمها اني قانون يا سياده المأمور؟ بقانون الجناوي. ده اللي حضرتك ما تعرفوش، ان قانون الجناوي اقدم من القانون ده. قبل ما يعملوا مركز شرطه، وجد جد جدي هو القاضي العرفي للبلد دي. ودي الميزه في بلدنا دونا عن اي مكان في الجمهوريه. عندك مكانين تجيب حقك منه، مركز الشرطه وبيت الجناوي. عايز ايه تاني ده؟ واللي انت ما تعرفوش يا باشا ان عندنا في الصعيد هنا في كل قريه كبير. الكبير ده هو القاضي العرفي اللي بيحكم ما بين الاهالي وبين بعضيها، والمشاكل المستعصيه اللي عندنا في الحكومه. شرفت الصعيد يا بيه. طول ما الحاج صالح موجود محدش فيكم هيتهان، ومحدش منكم هيداس على كرامته. ومن النهارده كلكم كرامتكم محفوظه. غريب. ايوه. الرجاله قبضوا فلوسهم؟ قبضوا يا كبير. خد بقيه حقك منه. تعيش يا كبير. خد بقيه حقك منه. تسلم يا كبير. يا احمد خد بقيه حقك مني. حسبنا الله ونعم الوكيل. خلاص سمعت يا كبير. بدوي نعمين يا كبير. خد بقيه حقك مني. تسلم يا كبير.